القصة بدأت من سنين في منطقة القربة بمصر الجديدة، والخلافات دي ما كانتش عادية ولا خناقة قامت كده عادي في الشارع، لكن أسرار وكواليس خناقة قهوة أسوان كانت مليانة بالمفاجآت. ومن اعترافات المتهم وأقوال أسرة المجني عليه وأهالي المنطقة كل حاجة اتكشفت، واتضح إن القصة أكبر بكتير من شوية كراسي بلاستيك أو حتى كوباية عصير. فإيه بقى اللي حصل بالظبط في خناقة قهوة أسوان؟ في الفيديو ده هحكي لك القصة كلها والتفاصيل كاملة. الحدوتة بدأت من 10 سنين ويمكن أكتر شوية. هما 2 إخوات، أمير وإيهاب، كانوا أصحاب العمارة، وأمير كان متجوز من فيفيان، لكن لما مات زي ما فيفيان قالت إنها معرفتش تاخد الميراث، ومن هنا بدأت المشكلة. وفيفيان راحت لأصحاب قهوة أسوان وطلبت إنهم يشتروا نصيبها. المشاكل بدأت من الوقت ده على العقار والنصيب والميراث. لكن بقى إيه اللي حصل في قدام قهوة أسوان بالظبط؟ حمادة الشهير بأبو آسيا كان واقف بيتكلم مع إيهاب، وحصل بينهم مشادة كلامية، وده بسبب إن حمادة قال له أنا ليا حصة في العمارة، وأنا عايز صاحب محل العصير يخرج وأنا هاخد المحل وهوسع القهوة. لكن المشادة كبرت وبقت مشاجرة بينهم بالإيد، وصاحب العمارة هرب لجوه محل العصير. وفي الوقت ده الخناقة كبرت في المحل والكراسي بدأت تتكسر، وساعتها ناصر اللي شغال في محل العصير خد كده مطوة وضرب بيها حمادة، وده كان قدام الناس كلها. ومش بس كمان ضربة واحدة، لا ده كمان طعنه 6 مرات. طبعا وقع حمادة في قلب الشارع قتيل، والشرطة وصلت. الداخلية خرجت في بيان رسمي وقالت فيه انها رصدت مقطع فيديو لخناقة قهوة أسوان، والتحريات قالت انها مشاجرة بين مالك محل عصير وشريك في قهوة أسوان، وده بسبب خلافات بينهم على ملكية العمارة اللي فيها المحل. طبعا المجني عليه قال انه يمتلك حصة في العمارة، وانه عايز يطرد صاحب محل العصير بعد ما اشترى الشقة اللي فوق المحل على طول. الخناقة طبعا كبرت، ومالك محل العصير ضرب المجني عليه باستخدام سلاح ابيض، وده كان سبب في انه يموت في ساعتها. وبعدها قدرت الشرطة انها تقبض على المتهم. اما بقى اعترافات المتهم بقى كان فيها كواليس كتير. قال انه مأجر المحل ده من 10 سنين، وان الخناقة كانت بين صاحب قهوة أسوان وصاحب العمارة، وانه بس اتدخل عشان يفض بينهم، لكن الخناقة اتقلبت ضده، وان صاحب قهوة أسوان بعت له حد وقال له سيب المحل انا هستلمه بكرة. والمتهم رد عليه وقال له قول اللي بعتك انا مش مأجر منه، انا مأجر من صاحب العمارة. وبعدها لقى المجني عليه جاي ومعاه ناس وضربوه وكسروا الكراسي كمان في محل العصير، ووقتها حاول انه يدافع عن نفسه وضربه بسكينة. المرافق وحي مصر الجديدة شمعوا تماما قهوة أسوان ومحل العصير، وده بعد الخناقة والقتيل اللي وقع في وسط الشارع.